قالوا بيب غوارديولا يعيش تحت جلباب المتوجين بالبالون دور. بدون لاعبين سوبر أو أموال تصرف بغزارة لا يساوي جناح بعوضة في عالم كرة القدم. ولكن في الحقيقة أن غوارديولا تبنى لصوص البالون دور والآن يدفع الثمن نيابة عن ذنوب مدللي فرانس فوتبول. فما يحدث حاليا مع الأصلع ليست سوى مديونية مؤجلة لإحدى الكرات المسروقة، وسيدفع المزيد من المتبقيات في قادم الفترات. غوارديولا وقع بين نصلين المقص ميسي بالكاد تخلص منه، إذا بالفيفا تضعه بين شفرتي رودري. تارة أتمنى له المزيد من الفضائح، وتارة أشفق عليه كونه المتضرر الوحيد لذنوب اقترفها سارقي الكرة الذهبية. ماركة المقصات الأرجنتينية تبقى الأصل والباقي تقليد، فحال السيتي ليس سوى نقطة في برشلونة التي ما زالت تدفع الثمن من سنوات نيابة عن البرغوث. تأثير رودري المتوج حديثا بالكرة الذهبية لا يساوي شيء أمام تأثير ميسي الذي أتعب الأجيال من بعده، فحتى بعد اعتزاله سيبقى الآخرين يدفعون ثمن سرقاته 8 لقرابة 100 عام أو يزيد.